بصوا يا جماعة، أنا مهما اتكلمت معاكم ووصفت لكم حلاوة الوصفة دي مش هتصدقوها غير لما لازم تجربوها بنفسكم. وصفة اقتصادية مكوناتها كلها موجودة إن شاء الله عندنا في كل بيت. نفتح التلاجة بس نطلع منها بيضتين وعندنا كوبايتين دقيق وبس كده. كب كيك اقتصادي وسهل وبسيط. يلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، ونشوف بقى الكب كيك الاسفنجي الهش اللي عامل زي القطن ده عملناه ازاي في 10 دقايق. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا ولاء ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. الاول هنجيب بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وضروري يكونوا طالعين من التلاجة قبلها بشوية. هنضيف عليهم بقى كده شوية من الفانيليا، حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنضيف عليهم كمان كوباية من السكر الأبيض العادي، سكر حبيبات عادي. وهنضرب بقى السكر مع البيض دقيقتين 3 كده بالمضرب السلك. نقدر طبعا نعمل الخطوة دي في الخلاط، هتسهل علينا جدا، بس انا يعني ايه، كانوا الولاد نايمين ساعتها وكنت بحضرها علشان ياخدوها معاهم في اللانش بوكس من بدري، فعملتها بالمضرب السلك العادي. ضفت حوالي تلت كوباية من الزيت وعليهم تلت كوباية من الزبدة السايحة، سايحة بس باردة علشان البيض. وكمان قلبت كل الحاجات دي مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وضفت عليهم كوباية من الحليب الدافي. كل ما كانت المكونات بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ او دافية، كل ما ادتنا نتيجة كيك او كب كيك هش جدا وفي منتهى الجمال. هنضيف بقى هنا مكون حلو جدا بيقضي تماما على زفارة البيض وبيساعد ان الكيك بتاعنا يطلع هش ومرتفع. هنضيف عليه حوالي معلقة صغيرة من عصير الليمون. عندنا بقى المكونات الجافة، كوبايتين من الدقيق. هنزل بكوباية كده انخلها الأول، ونخلي الدقيق مهم جدا، لو نقدر ننخله أكتر من مرة يكون أحسن. وعليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. يفضل نجيب نوع كويس علشان ده متوقف عليه طعم الكب كيك بتاعنا. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهننخل كل المكونات دي مع بعض بعد ما نضيف عليهم رشة صغيرة من الملح علشان تظبط الطعم معانا. الوقت ده بكون انا بدأت اسخن الفرن على درجة حرارة 180 عشان هندخل الكوب كيك بتاعنا في الرف اللي في النص. هيقعد تقريبا من 15 ل 20 دقيقة كامل التسوية، وبيطلع بعد كده بيبرد بسرعة جدا جدا، وبنقدر نحطه للولاد في اللانش بوكس. طبعا نقدر نعمله من بالليل. بصوا بقى قوام الكيك بتاعنا، كل ما كان قوامه تقيل وحلو بالشكل ده كل ما طلع معانا مظبوط جدا، خصوصا لو حابين نضيف على وشه شوكولاتة زي ما انا هعمل في الفيديو ده. كل ما كانت العجينة متماسكة وكويسة، كل ما الحاجة اللي احنا ضفناها عليها ما سقطتش كده جوه الكب كيك ولا تاهت مننا جواه. حطيت الخليط بتاعي في الكوباية دي كده، ليها بوزة شوية، ونقدر نعملها طبعا بمعلقة الايس كريم. نحطه في كيس تلاجة ونبدأ نصبه في القوالب بتاعتنا. بنملى الكب بتاعنا تلتينه او 3/4 علشان لسه هو بيعلى معانا. انا حبيت اضيف شوية كده من شوكولاتة المطبخ عليه، او شوكولاتة اللي هي الشوكليت شيبس، او اي نوع شوكولاتة انتوا حابينه، او من غير خالص هيبقى حلو برضه. لكن طبعا اكيد اضافة الشوكولاتة بتفرق جدا في الطعم، والولاد بيتجننوا عليه حرفيا. مكونات اقتصادية بتديني عدد حلو قوي من الكب كيك. الولاد بيفرحوا بيه. عايزه اقول لكم انهم احيانا ما بيرضوش ياخدوا سندوتشات وبياخدوا كب كيك بس. وبيطلع معانا بقى منتفخ زي ما انتم شايفينه كده بالمنظر ده، والعجينة بتاعته كانت مظبوطة وخطيرة. بصوا الشوكولاته ثابته على الوش زي ما هي، ازاي ما وقعتش جوه العجينه بتاعه الكب كيك ولا اي حاجه. دليل اننا كنا مظبطين العجينه وقوامها قوي قوي. لو كانت خفيفه اتاكدوا ان الحاجه اللي انتوا تضيفوها على الوش هتسقط جوه الكب كيك ومش هنلاقيها غير تحت خالص. لكن كده فضلت على الوش وفي منتهى الروعه. ما شاء الله الوصفه حلوه جدا، وينفع نعملها كمان ونشيلها في الفريزر ونخرج منها كده على طول على اللانش بوكس. مجرد ما يوصلوا المدرسه هتكون فكت وبقت زي الفل من غير تسخين ولا اي حاجه. يكون خلص فيديو النهارده. اتمنى اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.